يا هلا والله بالغالين. السلام عليكم يا أجدع اسطوات في الدنيا. لو فاكر إن الإكسل ده بس شوية مربعات وأرقام، فأحب أقول لك لا يا معلم. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. ده سلاح فتاك في إيد اللي يعرف يستخدمه. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ أنا أحمد السيد، وجاي أعلمك إزاي تمسك الإكسل من قفاه وتخليه يشتغل عندك. بس يا حبيبي خلاص بقى، يلا ينفع كده الكلام ده؟ معلش يا حبيبي يلا. من أول ما نجمع ونطرح لحد المعادلات اللي تخلي مديرك يقولك الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وكل ده وبالراحة كده بالإكسل يا اسطى. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا نبدأ الرحلة. تعال. أهلا بيك في عالم الإكسل، حيث الأرقام أكتر من أفراد عيلتك في الجروب. يلا بينا. لو أنت من الناس اللي بتقعد تجمع الأرقام واحد وواحد، فاسمح لي أقول لك يا نجم، أنت بتضيع حياتك. يعني إيه لو أنا عايز أجمع شوية الأرقام زي كده، أقعد أكتب له يساوي وأقول له ديت زائد ديت زائد ديت. طب ليه؟ ما عندي حل سهل جدا، اسمع دي. أجي هنا أقول له بيساوي صم، أتك على الدالة مرتين وأحدد له الرينج اللي أنا عايز أجمعه، وأقول له انتر. بس كده خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ الاكسل يجمع لي هو الخانات كلها اللي انا حددتها له في الرينج ده، وانت قاعد زي الباشا وبتشرب لك شاي بالنعناع. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ودي كانت اول طريقه من الصم. في طريقه تانية، لو انا عايز اجمع الارقام ديت عندي هنا، اتك على الخانه ديت وهو يحددها مع نفسه واقول له انتر. فالداله دي مش بس بتوفر وقت، لا ده بتوفر اعصاب. يعني بدل ما تقعد تقول فين الرقم اللي انا نسيته، وخمسة على ايدينا وخمسة على صابع رجلينا. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. يا باشا هي بتجمع لك الدنيا دي كلها وانت قاعد مرتاح. لو عجبك الحوار اكتب لنا في التعليقات.